لكن السؤال يا أخوان، ليش الكتمة؟ ليش الضيقة هذه؟ ليش يا أخوات يجينا ضيقة، يجينا كتمة؟ وليش تروح بالاستغفار؟ ليش؟ اسمعوا كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة، فإن نزع واستغفر صقلت. صقلت، صقلت يعني نظفت. كنت أدعي أن أول من قال أن الاستغفار هو دواء أنه أنا، فإذا بي أجد أن جل الصحابة قد قالوا بالاستغفار. قتادة رضي الله عنه يروي عنه الحاكم ووافقه الذهبي، يروي عنه الحاكم موقوفا ووافقه الذهبي، قال: إن في هذا الكتاب، يقصد القرآن، داءكم وهي الذنوب، وفيه دواءكم وهو الاستغفار. الأمان الرابع ما هو؟ قالها أحد الإخوة هناك، وهو أمان من الشيطان. جاني واحد من الإخوان قال لي: يا دكتور، الشيطان مرة يرفع بي فوق تقي من الأتقياء، وإن ذا العالم ما صلاته مهم مثلك، ومرة ينزل بي سافل سافلين، استغفارك ما يقبل، صلاتك ما تقبل، أصلا ما في خشوع، ما في، ويعقدني. ومرة يسألني: وين ربك؟ وين أصلك؟ وين أنت؟ من خلق ربي؟ من جاب ربي؟ عقدني ذا الشيطان بوسوسة. قلت له: تبي تترك الشيطان والشيطان يتركك؟ قال: نعم. قلت: إذا جاك سواء رافعك فوق ولا منزلك تحت، قل هذه الكلمات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. شفته بعد مدة، قلت له: ها؟ يضحك. قلت: ايش فيك؟ قال: يا دكتور، إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبديت أستغفر مرة واحدة، جاني شيء يقول لي لا تكمل، أوقف. قلت: وقف. قال لي، قلت: هذا الشيطان الله يهديك. قال: يقول لي خلاص، وشال عني الوسواس. قلت: الشيطان يلعب عليك مثل ما كان يلعب علي، أنا نفس الشيء. أنا قلت لك الكلام بشوف الشيطان يلعب عليك مثلي ولا لا. أنا نفس الشيء، إذا وسوس لي الشيطان بأي وسواس، جيت بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جاني قال لي لا تكمل، الوسوسة شلناها وما عاد فيه شيء، ووقف، وشو له تكمل، ما عاد له داعي. قال: اثري، أنا وياك سواء. قلت: أنا وياك سواء، والشيطان واحد أصلا. لكن تدري ليش ما يبغانا نكمل؟ قال: لا. قلت: لأن حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. فالشيطان ما يبيك تكمل 3 عشان ما تغفر ذنوبك وتصير فارا من الزحف.